السلام عليكم. الفيديو ده انا منزلاه لا للتنمر، لا للامهات العنصريات، لا للام اللي هي عايزه ذوي الاحتياجات الخاصه ما يبقوش لهم وجود في الدنيا. في امهات عندها حته العنصريه اللي هو لا دي موجوده في وسط بناتنا ليه في وسط عيالنا ليه. كنت استغرب قوي لما اجي اروح اودي بسمله مثلا حضانه او مكان، يقولوا لا لما يشوفوا بنت، هي الحمد لله ما طلعش لسانها، بس لما كانوا يشوفوا يعني في مره انا كنت رايحه اوديها حضانه فقالوا لي معلش احنا ما بناخدش الدون بالاخص. ليه؟ علشان بيطلعوا لسانهم، فالامهات بترفض ان هم هيتعلموا منهم انهم يطلعوا لسانهم. بس الحمد لله بوسي ما فيهاش حته تطليع لسان، لان لسانها صغير شويه عن التانيين دول، يعني دي خلقه ربنا الحمد لله والشكر لله عليها. كنت في النادي، صدفت واحده جايه النادي، فجايه بتهايبر حوالين بسمله، بتعاندها. بسمله منزله المرجحه جنبها، مفكره ان اصحابها هيجوا يقعدوا جنبها، هو الوقت متاخر، يعني النادي بيسمح لها تلعب شويه، وبروح متاخر عشان العيال الطبيعيين اللي كويسين في دماغها يلعبوا وياخدوا راحتهم، عشان انا بنتي مش طبيعيه وهتضرب العيال كلها. اكيد انتوا بتشوفوا فيديوهات بسمله مع العيال في النادي عامله ازاي وبيحبوها قد ايه. المهم ديت قبل كده جت اتنمرت على بسمله وانا ما اتكلمتش وسكت وعديت. جت البنت عماله تشاكر في بسمله، فبسمله قامت راحه عامله لها كده بتبعدها. قامت الام جايه، انتي سايبه بنتك كده، انتي ازاي ما بتقفيش جنبها؟ قلت لها حبيبتي انا ترابيزتي وراها، يعني هقف جنبها ليه؟ انا ترابيزتي وراها ومفيش الوقت ده مش وقت لعب الاطفال التانيين، ده سامحين ليها بكده. طب ما تقفي انت جنب بنتك، قلت لها كده، ولا انا علشان بنتي كده فانتوا بتحاسبوني وبتعاقبوني ان انا اللي اقف جنبها؟ قامت قايله لي انت اتهبلتي في مخك، يعني انا واحده قد مامتها تيجي تقولي الكلمه دي؟ انا بنتي طبيعيه، يشهد ربنا ان انا ما بكذب في اي كلمه، انا بنتي طبيعيه، انا اللي هقف جنب بنتي برضو؟ هو قلت لها يعني مش فاهمه، هو مش قامت واحده صاحبتي رد عليها قالت لها هو مش وارد ان انت تجيبي زيها؟ تقوم قايله لها ان شاء الله انت و10 و20، وانهارت وصرخت عشان بتقول لها تجيبي واحده زي دي. الملاك دي ما بتجيش الا للناس اللي ربنا بيختارهم، الناس دي اللي بيحبها بتاخده من ايديه وتدخله الجنه. دي تقوم قايله لي انت هتبلينا ببنتك، انت هتبلينا ببنتك، انت المفروض ما تطلعهاش من البيت، انت المفروض ما تطلعيهاش، انت هتبلينا بيها ازاي؟ النادي سامح لدخولها عارفين كميه العنصريه والتنمر، قمه التنمر. وتقول لي بنتها روحي اضربي المتخلفه دي، لو المتخلفه دي ضربتك اضربيها. ايوه المتخلفه دي ضربتك اضربيها. انا دلوقتي عايزاكم توصلوا الفيديو بتاعي ده لحقوق الانسان، عايزاكم توصلوا للسيسي، السيسي اللي دايما يقول دول اهم حاجه في الدوله، اللي خلالهم كيان في كل مكان. وفعلا انا بروح اي مكان بفتخر ببنتي وبتكرم بيها. لما تيجي واحده زي دي تهني وتهين بنتي وتقوم جايه ضرباني وتقول لي انا مش هضربها، انا هضربك انتي علشان خاطر بسمله ضربت بنتها. هي بنتها دي مش وارد لها اخوات بيضربوا بعض؟ طب بنتها دي مش وارد ان هم بيلعبوا في هي واصحابها ويضربوها؟ مش وارد؟ ولا علشان هي دي، علشان دي ذوي احتياجات خاصه، علشان دي منبوذه في المجتمع وهي عايزاه خليها منبوذه؟ الحمد لله الرئيس خلاهم مش منبوذين، بس انا عايزه حق بنتي من الست دي، انا عايزه حقها، انا عايزه حقها. انا عايزاكم توصلوا الفيديو ده زي ما انتوا بتعملوا فيديوهاتي ل 2 مليون مشاهده بتاعت بسمله، ده حق بسمله، وكل اللي هيساعد في ان حقها يجي من الست دي. انا كنت بلغت الشرطه على فكره بس تراجعت، لان اتقال ان هروح وهي معايا وبسمله معايا الشرطه، وانا مش عايزه ادخلها الشرطه لانها بتخاف.
من الزحمه، اذا كان بتخاف من سرينه الشرطه تنازلت علشانها وما روحتش الشرطه. بس انا مش قادره، انا كل يوم انا ما بنامش، انا نفسيتي متدمره، ان بنتي تيجي واحده تقول عليها متخلفه، واحده تقول عليها ما طلعش من البيت، واحده تقول عليها هتبلينا بيها. هتقابليها بيها في ايه؟ انت شفتيها بتلعب في مراجيح تانية، روحي في مكان تاني، ده مكانها ثابته فيه. هي داون نظامي، واكيد في ناس كتير شايفه وعارفه يعني ايه داون عنده سيستم ومعاها سمات توحد. يعني مكانها ده من يوم ما النادي فتح وهي قاعده فيه، وفي العاب تانية. يعني لما شالوا الالعاب دي ما رضيتش تروح مكان تاني. طب ليه كده؟ ايديها دي، بصوا ايديها من هنا كده، ايديها دي من المرجحه، المرجحه معلمه على ايديها من السنين اللي هي راكباها فيها. فانا عايزه حقي، انا عايزه حقي بسمله، انا عايزه حقها. اللي بيحبها يوصل للمسؤولين، يوصل للسيسي. انا عايزه صوتي يوصل لرئيس الجمهوريه، انا عايزه صوتي يوصل لاعلى ناس في الدوله، يجيبوا لي حق التنمر بتاع بنتي اتهانت، بنتي اتنمروا عليها. بنتي بتيجي تحضني وتقول لي يا ماما انت بتعيطي ليه؟ مش عارفه، انا بعيط عشانها، وعلشان الناس اللي غير سويه، اللي قلبهم اسود من جوه،